باخر مباراه جمعت الفريقين ملعب الواندا متروبوليتانو، اتلتيكو مدريد قدر يفوز على الريال ب5، فوز عليهم شنو؟ قدر يدعس عليهم، وكانت هاي المباراه من احد الاسباب المهمه اللي خلت بيريز يفكر باقاله تشافي الونسو، ومن بعدها الكل يعرف شنو صار، انقال تشافي الونسو وجاء اربيلوا. بس اكو نقطه لازم تركزون عليها ونقطه كلش مهمه، ريال مدريد مو نفس الفريق القديم، الفريق تغير، الفريق جاي يمر بفورمه كلش عاليه، المدرب اربيلوا مستقر مع الفريق، لاعبين كلهم جاي يقدمون اللي عندهم، فينيسيوس، فالفيردي، جولر، ارنولد، كل اللاعبين، بالاضافه لاكو شيء مهم، كيليان بابي رجع، جود بلينغهام رجع، وفينيسيوس موجود، اللاعب يقدر يسوي لك حل ويفتح ثغرات باي دفاع بالعالم بثواني وبقل الفرص، وبنفس الوقت راح يغيب الحارس تيبي كورتوا، راح يشارك لونين كاساس. بس خلينا نكون صريحين، اتلتيكو مدريد مو فريق سهل، هذا فريق دييغو سيميوني، الفريق اللي طلع برشلونه من نصف نهائي كاس الملك، الفريق اللي صاعد ربع نهائي دوري الابطال، الفريق اللي يقدر يفوز عليك باقل مجهود، حتى لو كانت كره عندك ثواني يوصل للهدف ويسجل. احسن فريق بالعالم حاليا يجيد لعب الكره المضاده السريعه اللي هي الكونتر اتاك المرتده. والسؤال المهم، من راح يتحمل الضغط ومن راح يكون اقوى بهاي المباراه؟ اتلتيكو مدريد راح يعيش سيناريو المباراه الاخيره، يفوز على ريال مدريد بقلب ملعبه بالسانتياغو برنابيو، لو الريال يعيد هيبته؟ اكتبوا لنا بالتعليقات شنو توقعاتكم هالمباراه.